السلام عليكم. النهارده هنعمل الكنافه بالقشطه الكداب، بس الطعم مش كداب خالص. هنعملها بقوام كريمي ولون دهبي يجنن وقرمشه هتسمعوها لاخر الشارع. ولو لسه الكنافه بتنشف منك او القشطه بتخرج بره الكنافه فالفيديو ده ليكي. اهم حاجه نصلي على النبي ونشوف الطريقه مع بعض. معانا الشربات. اول حاجه هنبدا بيه عشان نسيبه يبرد. معانا مقدار السكر قد مقدار الميه، لان الكنافه بتحب الشربات يكون وسط. يعني هنستخدم كوباية مية هيبقى كوباية سكر، كوبايتين مية يبقى كوبايتين سكر، ومعانا عصرة ليمونة وفانيليا. نضيف المية على السكر ونسيبهم على نار متوسطة لمدة 10 دقايق. أول بس ما تبتدي الخليط يفور نضيف الفانيليا وعصرة الليمون ونسيبه يغلي لحد لما هنشوفه مع بعض. دلوقتي هنحط الفانيليا ونسيبه يغلي يعني ل10 دقايق من غير ما نقلبه خالص عشان ما يسكرش منا على في الحلة ويبقى شكله وحش. بصوا هيوصل للشكل ده. يلا بينا نحضر طبقة الكريمة اللي معانا كوبايتين لبن، عليهم معلقتين نشا ومعلقة سكر، ونقلب كل الكلام ده مع بعض كده لحد بس اللبن يكون بارد. اهم حاجة لو اللبن ساخن نحط نص كوباية مية عشان نقلب فيها النشا وما تكلكعش معانا. ومعانا معلقة السكر هتديها طعم جميل، وفي نفس الوقت عشان في شربات تاني ما يكونش مسكر معانا قوي، الكنافة تكون مسكرة معانا جدا يعني. ودي اختياري. معانا علبة قشطة بلدي، اللي مش متاح عنده عادي يعني. هي القشطة الكدابة دي حلوة كويسة كده لحد كده يعني. بس اهم حاجة ان احنا نظبط المقادير بتاعتنا ونعزز الطعم. لازم تكون ناعمة زي الحرير ومن غير اي تكتلات. لما نوصل بقى للقوام اللي احنا شايفينه ده، ممكن اختياري برضو نضيف اي مكسرات عندنا. انا ضفت شوية سوداني وجوز الهند وزبيب، يعني خلت طعمها يروح في حتة تانية كأنكم بتاعت من محلات بالظبط. ودلوقتي اللحظة المنتظرة، معانا الكنافة. بصوا بقى، معانا نص كيلو كنافة، عليها كوباية سمنة، ونقلبهم كده كويس جدا جدا لان نوع السمنة معانا بيفرق جدا في الريحة واللون. لازم نختار سمنة كويسة. انا مستخدمة هنا نص كوباية سمنة بلدي على نص كوباية سمنة اللي هي هولندي. نخلي كل فتفوتة تتغلف كده معانا بالسمنة. ويعني بصوا بنفضل نعجن فيها كده، اللي هو نخلي السمنة تدخل جواها في كل حتة. ونجيب الصينية بتاعتنا ندهنها برضو دهنة سمنة، ونحط نص مقدار الكنافة اللي معانا اللي هو نص كيلو. هناخد ربع كيلو نحطه كده ونضغط عليه في الصينية من تحت، ونكبسها كويس علشان تطلع القطعة بقطعتها زي المحلات كده. يعني بصوا بنضغط كده، بنحاول ونخلي الاطراف تكون عالية سنة برضو علشان القشطة معانا ما تروحش على الاطراف. انا بفضل القشطة تكون زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتكون جامدة شوية زي المهلبية الجامدة. انا عملتها قبل كده كذا مرة، ويعني دي خبرة كذا سنة بعمل بيها الكنافة. ودي احلى كل مرة بعملها بتطلع كده كويس. يعني ايه، الكنافة بتبقى ماسكة نفسها، والقشطة كمان ما بتروحش على الاطراف وتتحرق، فبتبقى واقفة في النص كويسة، وكمان بتبقى سايحة وحلوة. والطبقة التانية بنحطها ونضغط عليها برضو كده. يعني بصوا نكبس كده نكبس كده، ونحاول بقى ان احنا يعني نظبطها كده بايدينا، وعلشان يعني زي ما قلت لكم ان هي القطعة تبقى بقطعتها. نكون بقى مشغلين الفرن على درجة حرارة 180. واهم حاجة الفرن يكون شغال قبل ما نحط الكنافة. بنحطها في الرف الوسطاني لحد 30 دقيقة، وبعد كده نشغل الشواية من فوق. ودلوقتي اللحظة المنتظرة، اهم لحظة، واحنا بنقلب الكنافة كده. الله 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 على الجمال، ما شاء الله بجد. يعني حاجة جميلة جدا. كنافة لسه طالعة سخنة، والشربات التقيل بتاعنا البارد بينزل عليها كده. يعني هو ده بقى النجاح. هنسيبها تتشرب براحتها كده وبعدين نقطعها. وانا ما صبرتش الصراحه، انا عايزه اوريها لكم كده، بس انتوا تسيبوها تتشرب يعني علشان تبقى طريه وحلوه كده، ونغطيها برضو. ومفيش احلى ولا اسهل من كده بجد. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واهم حاجه نصلي على النبي وتدعوا لامي هدى بالرحمه والمغفره.